تحياتي. النهارده هنتكلم عن برفان مهم جدا ان احنا نعرف عنه، مهم جدا ان احنا يكون موجود في المجموعه العطريه بتاعتنا. البرفان ده برفان اسمه بلو تاتش من دار فرانك اوليفيه. البرفان ده مهم جدا ليه؟ انا عايز كل محبي وعشاق برفان اكوا دي جيو من جورجيو ارماني يحضروا الفيديو ده ويتفرجوا على الفيديو ده للاخر، لان البرفان ده هيكون مهم جدا بالنسبه لهم. دار فرانك اوليفيه دار انشأت على يد فرانك اوليفيه، دار فرنسيه، انشئت سنه 1998، واخر ده اول عطر انتجته واخر عطر انتجته سنه 2022. الدار ديت ليها شركه الشركه الام دي علشان اندماج الشركات تحتيها، الشركه ديت اسمها شركه سوديب. ولكن خلينا في الدار عشان الدار دي هي مهمه جدا بالنسبه لنا. الدار دي انتجت برفانات كتير جدا رائعه ومختلفه وليها طابع خاص. في ناس بتقول ان هي بتحاكي بعض البرفانات الديزاينر وبعض البرفانات المشهوره، ولكن انا شايف من وجهه نظري ان هي مش بتحاكيها، لان البرفان ده شبه برفان تاني وهو برفان اكوا دي جي، ولكن هي ليها برفانات تانية ملهاش شبيه وبرفانات خاصه جدا بيها وبرفانات قويه جدا 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 جدا، وهتسعد لو عندك برفان منهم. احنا هنعمل النهارده تقييم لبرفان بلو تاتش، ولكن انتظروا بلاك تاتش عشان ده برفان مميز جدا جدا جدا، وهبقى سعيد وانا بتكلم عنه. ولكن احنا النهارده في برفان اروماتيك عشبي للرجال، والمقدمه بتاعته من الحمضيات ويحض على الانتعاش والسعاده. خلونا نشم البرفان مع بعض بعد ما نشوف فتح علبته. ده شكل علبه البرفان زي ما انتم شايفين، ودي البيانات اللي عليها كلها. هتفتح العلبة هتلاقي الإزازة الجميلة ديت باللون الأزرق زي ما انتم شايفين، أزرق رايح للزهري شوية، وعليها حتة كده في الإزاز كده عليها رسمة شجرة ومكتوب أوضة تواليت وفرانك أوليفر البيت، ودي البيانات ملزوقة على ستيكر تحت فيها إنه 100 مللي وإنه ماء تواليت والتركيبة بتاعت الميه بتاعتها. خلونا نشم البرفان دلوقتي ونقول اخباره ايه وحاسين بايه. الله الله على الانتعاش والجمال. برفان منعش جدا، ولكن احنا محتاجين دلوقتي نقول التركيبه بتاعه النوتات العطريه بتاعته علشان تحسوا بالانتعاشه معايا، وفي نفس الوقت تعرفوا البرفان رايح فين. جميل جدا. برفان بلو تاتش من فرانك اوليفر انتج سنة 2011، مش برفان حديث، ولكن هيفضل يبيع وهيفضل يشتغل، لان البرفان ده برفان منعش جدا اروماتيك خشبي. البرفان ده هتلاقي في مقدمة العطر الانتعاشة الكاملة، لأن مقدمة العطر بتتكون من الليمون والبرغموت والتنجرين اللي هو نوع من أنواع اليوسفي والنوتات الخضراء والفلفل الوردي. هيبان جدا جدا أول ما تبخ البرفان ده الانتعاش الرهيب في بداية العطر. أما في وسط العطر أو في قلب العطر فهتلاقي الشمام، وده هتلاقيه واضح وظاهر، والباتشولي والأخشاب ونجيل الهند والغلبانوم والمريمية. أما قاعدة العطر فبتتكون من المسك والعنبر وتحلب البلوط اللي هو تحلب السنديان. البرفان انت بتشم حاجة قريبة جدا 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 من اكوا دي جي. الثبات بتاع البرفان نروح له هو والفوحان، الثبات فوق المتوسط وفوحان البرفان فوق المتوسط، وده كده معناه ان البرفان ده برفان قيمة مقابل سعر، لان البرفان سعره قليل جدا. البرفان هتلاقيه على المواقع العالمية من 32 دولار ل 40 يورو، اما هو هنا في مصر فهو سعره مش غالي قوي، المفروض انه يعدي 1000 جنيه، ولكن في بازار الهواري هنا عندنا ب 850 جنيه بس. وانا هعمل كده في كل برفان هنقول عليه، بس تراعوا الوقت لان الاسعار بتتغير
من وقت لاخر. البرفان ده برفان ثباته حلو جدا، قوي جدا، فواح جدا، رجولي جدا، منعش جدا. تقدر تقول ان البرفان ده برفان جميل. اتمنى اللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو يعمل لايك وسبسكرايب للقناه، واتمنى ان الفيديو نفسه يكون عجبكم، واتمنى انكم لما تروحوا تشموا البرفان دوت وتجيبوه يعجبكم ويضيف لكم للمجموعه العطريه بتاعتكم. وتحياتي.